السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنعمل الكشري المصري بطريقة المحلات، وهنعمل الدقة بتاعته ونعمل الشطة ونعمل كمان الصلصة بتاعته. يلا بينا على الطريقة. أول حاجة معايا 8 كيلو من العدس، ده عدس بجبة منقية كويس طبعا وغسلاه تحت الحنفية متخلصة من كل الشوائب اللي فيه. بعد كده هنقعه لمدة نص ساعة بس، ده أقل حاجة. كده تمام. حطيت له بقى كوبايتين 2 مية، هسيبه بقى كده منقوع فيه لمدة نص ساعة وهقول لكم هنعمل ايه. هنجيب برضو حلة تانية كده صغيرة، وده الحمص بتاعنا منقيه كويس برضو، هنقعه برضو في الحلة لمدة نص ساعة زي ما احنا متعودين كده. اي بقوليات لازم ننقعها اقل حاجة نص ساعة عشان نتخلص من المادة الضارة اللي فيها، عشان برضو ما نتعبش القولون. كده تمام. هنقعه بقى واسيبه كده جنبي نص ساعة، وبعد كده هغليه على النار لحد ما يستوي هو والعدس ابو جبة. كده تمام. هنحطه بقى على النار لحد ما يستوي معانا خالص. بتعرفي اذا كان استوى معاكي ازاي؟ بتمسكيه كده بتضغطي عليه بتبقى طريه معاكي، وفي نفس الوقت القشره بتطلع منه. كده خلاص الحمص بتاعنا استوى بقى خلاص. وبرده العدس بتاعنا برده حطاه على النار اهوت، وبرده الميه بتاعته تبقى مغطيه كده، وتسيبيه برده لحد ما يستوي معاكي خالص. تمام. كده بقى هركنه على جنب، ويلا نشوف هنعمل ايه. هنجيب بقى بوله ونعمل المكرونه بتاعتنا. انا خدت كيس واحد بس صغير، عباره عن 400 جرام، او حسب بقى الكميه اللي انت عايزه تعمليها. معايا 400 جرام من المكرونه، وخدت كمان 400 جرام كمان من المكرونه الاسباجيتي. معايا بقى الحله على النار. اول ما الميه تغلي معانا هنزل بالمكرونه بتاعتنا واسلقها. بتبقى حاطه معلقه ملح صغيره ومعلقه زيت. مجرد ما الميه تغلي بتحط المكرونه تستوي، بتاخد منك حوالي 5 دقايق. تمام. طبعا بتستمري كده في التقليب عشان خاطر ما تعجنش معاكي. كده خلاص المكرونه بتاعتي استوت خلاص. مجرد خلاص ما المكرونه تستوي معاكي هتصفيها بقى بميه تحت الحنفيه، وتشطفيها بميه ساعه عشان ما تعجنش معاكي. معانا بقى بصلتين 2 كبار عشان نعمل البصل بقى المقرمش بتاع الكشري اللي احنا بناكله من بره كده. بتقطعيه شرايح جوليان رفيعه كده زي ما انتوا شايفينها. لو البصلايه معاكي كبيره بتقسميها نصين زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بعد ما قطعناه جوليان هنضيف معلقه نشا كبيره ومعلقه دقيق كبيره، ونبقى نقلب البصل بتاعنا ده في النشا والدقيق. كده تمام عشان لما نحمره يكرمل معانا. معانا بقى الصينيه على النار او الطاسه على النار، وفيها بقى الزيت غزير كده. اعملي حسابك ان الزيت ده انت اللي هتعملي بيه الكشري كله، فتحاولي تكتري شويه لانك هتعملي بيه الصلصه وتعملي بيه كل حاجه. تمام. كده هو البصل بس بدأ يحمر معايا. مجرد بقى ما يحمر معاكي هتطلعي على ورق مناديل. انا بطلعه في مصفى على طول يصفي الزيت بتاعه. اهو ما شاء الله شايفينه بقى باللون الذهبي ومقرمش معايا خالص. كده خلاص بقى البصل بتاعنا جاهز، وده الزيت اللي هنطبخ بيه الكشري بتاعنا. هنجيب بقى حلة على النار، واضيف برضو شوية زيت من اللي احنا حمرنا فيهم البصل ده. هنعمل بقى الرز بتاعنا. معايا كوباية ونص من الشعرية، هنحمرهم بقى في شوية الزيت دول لحد ما الشعرية بتاعتنا تحمر وتديك اللون الغامق شوية. حاولي تغمقيها تديك اللون البني الغامق. مجرد ما تحمر معاكي تديك اللون البني الغامق هنزل بكوبايتين 2 من الرز. هنقلب الرز على الشعرية كويس ونشوحه كويس كده مع الشعرية لحد بس ما يشرب من الزيت. تلاقي الرزية فلفلت معاكي كده. كده مجرد ما يتشوح معاكي تبقى الرزية مفلفلة معاكي، هنزود بقى المية بتاعتنا. كده هنزود بقى المية بتاعتنا. احنا طبعا كوبايتين 2 رز وكوباية الا وكوباية ونص من الشعرية. هتحطي كوبايتين 2 ونص مية بس، ما تحاوليش تزودي المية عشان ما يعجنش معاكي، عشان الرز بتاع الكشري بيبقى مفلفل شوية. كده حطيت الملح بتاعنا، هسيبه بقى لحد ما يغلي. بس مجرد ما يغلي ويتشرب المية هديله على نار هادية. كده خلاص اتشرب المية اللي فيه، والرز زي ما انتوا شايفينه مفلفل معايا خالص. هوطيله بقى على نار هادية واسيبه بقى يستوي براحته خالص. كده تمام. ويلا بقى نشوف هنعمل ايه. هنجيب حلة على النار، واضيف برضو شوية زيت من اللي احنا حمرنا بيهم البصل، ونعمل الصلصة بتاعتنا الجميلة. حطينا شوية من الزيت، هنزل كمان بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، واستنى بقى لحد ما الثوم المفروم كده يدينا اللون الذهبي الجميل بتاعه. هنزل كمان بمعلقة كمون ومعلقة كزبرة ناشفة، واحمرهم كده في قلب التومة. مجرد ما يديكي بقى اللون الذهبي كده وتشم الريحة الجميلة بتاعته هننزل بالطماطم بتاعتنا. هنعمل الصلصة بتاعتنا. انا معايا 3 كوبايات من عصير الطماطم، ضفت حوالي كوبايتين 2 كبار.
هسيبه بقى لحد ما يغلي كده شوية، بس هضيف له بقى معلقة من السكر ده اكيد ومعلقة من الملح، وهضيف كمان شوية كده من الشطة ده اختياري. تمام. وهقلبهم بقى تقليبه كده واسيبهم بقى لحد ما يتسبكوا معانا كده. اتسبكت خلاص وبقت بالقوام اللي انتوا شايفينه. هركنها بقى على جنب وكده الصلصه بتاعتنا بقت جاهزه. يلا بينا نعمل بقى الشطه الجميله بتاعتنا اللي احنا بنشوفها من محلات الكشري. معايا شويه زيت برضو بزيت البصل. هضيف معلقتين اتنين شطه، معلقتين اتنين كبار كده حلوين عشان تشطشطي كده وانت قاعده. احط بقى الشطه كده، هتشمي بقى الريحه وتلاقي نفسك تعطسي وانت بتعمليها. هتغلي غلوة زي ما انتوا شايفينها كده. هنزل ببقية الكمية من الطماطم. انا كان معايا 3 كوبايات من الطماطم، حطيت كوبايتين اتنين للصلصة وخدت كوباية هنا هحطها هنا للشطة. تمام. هضيف كمان حوالي ربع كوباية من الخل. هضيف كمان معلقة كزبرة ناشفة، وهضيف كمان معلقة كمون، وهضيف الملح بتاعنا، وهقلبها كده واسيبها لحد ما تتسبك معانا وتبقى القوام بتاعها تقيل شوية كده. تمام. هسيبها بقى تغلي وتبقى جاهزة معانا كده. بقت جاهزة معانا خلاص. هركنها بقى على جنب ويلا بينا نعمل الدقة بتاعتنا. هنجيب بقى حوالي كوباية كده من المية. ده مية عادية خالص، مية بس تكون دافية شوية. هنزل بمعلقة توم كبيرة، وهنزل كمان بمعلقة كزبرة ناشفة ومعلقة كمون، وهنزل بالملح بتاعنا على قد المية اللي انت هتاخديها، وهنزل كمان بنص كوباية من الخل. حاولي بقى تكتري الخل في الدقة دي عشان دي طبعا اهم حاجة في الوصفة دي. وهنزل كمان بمعلقة صغيرة من الشطة. وكده الدقة بتاعتنا بقت جاهزة خلاص. هنقلبها كده بقى، وكده الأكلة الجميلة خلاص بتاعتنا بقت جاهزة. يلا بقى نغرف الطبق بتاعنا ويلا نشوف هنعمل ايه. كده خلاص الطبق بتاعنا بقى جاهز. حطيت بقى المكرونة وحطيت الحمص ورشة البصل على وش. ودي الدقة بتاعتنا، الصلصة والشطة والتومية او الدقة بتاعت الخل. والطبق بتاعنا الجميل بقى جاهز اهو. عايزة اقول لكم اقسم بالله احلى من اللي بره كمان. كده الطبق بتاعنا بقى جاهز بقى. هنرش بقى الصلصة. طبعا حاطين البصل على الوش، البصل بتاعنا مكرمل وجميل. هنحط بقى الصلصة، وبعد كده بقى هنجيب الشطة بتاعتنا. عايزة اوريكم القوام بتاعها. ده الخل، شايفين الشطة بقى وقوامها عامل ازاي. عايزة اقول لكم احلى طبق كشري هتاكلوه. لو وصلتوا هنا بقى لحد الفيديو يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا في القناة عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم منه كل جديد. اشكركم على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.